السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتي عالم إسراء DIY. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة حلوة جدا تنفع للأطفال والكبار في فصل الصيف، وبما إن الجو حر جدا فدي أنسب فكرة للجو اللي احنا فيه ده. قررت إن أنا أعمل مروحة ورق على شكل بطيخة سهلة وشكلها شيك ومسلية كمان، تنفع بقى للمصيف أو حتى للبيت. ولو لسه أول مرة بتشوفوني، أنا إسراء وبحب الأعمال اليدوية وكل ما هو كيوت ومبهج هتلاقوه على القناة عندي. لو بقى بتحبوا الإبداعات والأعمال اليدوية فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الأفكار الجديدة اللي أنا بقدمها، وما تنسوش تعملوا لايك عشان تشجعوني إن أنا أقدم لكم كل جديد الفترة اللي جاية. وطبعا متابعين الحلوين هيحطوا اللايك قبل ما نبدأ الفيديو. ويلا بينا على الأدوات. هنحتاج 2 من أعواد خافض اللسان، وهنحتاج كمان ورقة A4 باللون الأحمر مقاس 15 سنتي في 30 سنتي، علشان دي اللي هتكون اللون الأحمر بتاع البطيخة. وكمان هنحتاج شريطين أبيض عرض 1.5 سنتي في 30 سنتي، وشريطين أخضر عرض 2 سنتي في 30 سنتي. وكمان هحتاج قلم فلوماستر باللون الأسود ولزق برايت ومسدس الشمع. ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه هجيب الورقه اللي باللون الاحمر كده وباللزق البرايت، هبدا كده اجيب الشريطين اللي باللون الابيض ده وهحط واحده كده بالطول في الجنب اليمين، وواحده تانية كده بالطول في الجنب الشمال دول بالشكل ده كده. والشريط الابيض والشريط الاخضر دول من كراسه رسم عادي. جبت اللون الاخضر الفلوماستر وبدات ان انا الون كده شريط حجمه 2 سنتي في 30 سنتي علشان يبقى القشره بتاعه البطيخ. وقصيت عادي ورقه من اللون الابيض بتاعه الرسم وحطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى ان انا الزقها كده على الورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تقدروا تستخدموا بقى الادوات المتاحة عندكم، يعني لو ما عندكوش ورق A4 ملون ممكن تستخدموا زي كده ورق كراسة الرسم وتلونوه. انا بالنسبة لي كانت اللون الاخضر والابيض مش موجود معايا في الورق A4 الملون، فاتصرفت وعملته من ورق كراسة الرسم. وده كده شكل الطبقة البيضاء اللي بتبقى موجودة في البطيخة. هبدأ بقى ان انا احط كده القشرة الخارجية اللي باللون الاخضر. هجيب بقى اللزق البرايت كده وابدأ ان انا احط بقى كمية لزق كده على الشريط الابيض اللي احنا حطيناه ده كده، علشان نلزق الشريط اللي باللون الاخضر فوقه على طول. والفكرة هنا اننا بنعمل شكل قشرة البطيخة، عشان كده مهم نخلي الخطوط دي مستقيمة ومرتبة علشان تطلع شكل قشرة البطيخة كده او شكل البطيخة كده زي ما انتوا شايفين مظبوط بالشكل ده. هبدأ بقى اعمل نفس الخطوة في الناحية التانية بالطريقة دي. عايزاكوا بقى تقولولي في التعليقات بتحبوا البطيخ الاحمر اكتر ولا اللي لونه اصفر. زي ما انتوا شايفين كده بنحط اللزق البرايت وبعد كده بنسيب مسافة كده من اللون الابيض، وبعد كده بنلزق الطبقة اللي باللون الاخضر بالشكل ده كده. وبكده نكون شكل البطيخة بدأ يظهر معانا. اي زيادات خضرا بقى هنقصها بالمقص عشان يبان الشغل نضيف كده. هنبدأ نقلب الورق بالشكل ده وبالمقص كده هنشيل الزيادات اللي باللون الاخضر بالشكل ده كده. الفكرة سهلة جدا وسريعة ومبتاخدش مننا اي وقت خالص. وده كده بقى شكلها بعد ما شلنا اي زيادات. الوقت بقى جه دور القلم الفلوماستر الاسود عشان نعمل البذور اللي جوه البطيخة. هبتدي ان انا بقى ارسم البذور كده بشكل عشوائي عشان دي اللي هتدي طابع حقيقي لشكل البطيخة، وكمان حاولوا ان انتوا تعملوها باحجام مختلفة عشان الشكل يبقى طبيعي اكتر. ولو انت وصلت معايا للدقيقة دي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك بالقناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وكملي معايا باقي الطريقة بجد سهلة جدا وبسيطة وتقدروا تعملوها باي شكل انتوا حابينه، مش شرط تكون بشكل البطيخة. بعد ما رسمت البذور كلها بالشكل ده جه بقى دلوقتي اهم خطوة، وهي اني هبدأ اتني الورقة كده مرة لقدام ومرة لورا زي ما كنا بنعمل المروحة الورق واحنا صغيرين، يعني مرة كده ومرة كده والعكس زي زجزاج كده لحد ما الورقة كلها تتني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ده كده بقى شكلها تقدروا تعملوا منها واحدة او 2، انا هستكفى بواحدة بس. وعلشان ان انا اربط المروحة كده من النص بالشكل ده هجيب بقى اي خيط متاح عندي وابتدي ان انا الفه كده. اول حاجة هعمل عقدة كده صغيرة وابتدي ان انا اشدها على بعض وهلفها كده لفتين ورا بعض كده، وبعد كده هعمل عقدة بالشكل ده كده لحد ما تكون ثابتة معايا. ده بقى شكلها بعد ما ربطناها بالشكل ده. وبمسدس الشمع بقى هلزق الطرفين اللي فوق مع بعض كده، بحط كده شمع من جوه كده عشان يثبت كويس وكمان ما تفكش معايا، وابدا ان انا اثبتها كده بايديا شويه لحد ما تثبت كده عشان ما تفكش بعدين. بعد كده بقى هركب اعواد خفض اللسان، هجيب كده واحده وبجيب المسدس الشمع وابتدي ان انا احط عليها شمع بالشكل ده وهثبتها على الورق من الطرف ده بالشكل ده كده. ومن الناحية التانية هجيب برضو نفس العود بتاع خافض اللسان وهبتدي ان انا احط عليه كده كمية من الشمع، وهبتدي ان انا اثبتها في الطرف التاني بالشكل ده كده. وده كده بقى شكلها بعد ما خلصنا، بس لسه فاضل اخر خطوة وهي التزيين. هحطها بقى دلوقتي على جنب وهجيب كده ورقة باللون الاحمر مقاس 3 سنتي في 3 سنتي وشريط لون ابيض وشريط لون اخضر علشان نعمل شكل البطيخة. ومن اي زاوية كده شبه المثلث هجيب بقى كده اللزق البرايت وهبتدي ان انا احط شوية لزق كده وهلزق الشريط الابيض بالشكل ده كده.
وبعدين هجيب اللزق البرايت وهحط تاني كده علشان هحط الشريط الاخضر، وبنفس ترتيب الالوان هحط كده اللون الاخضر بالشكل ده واسيب مساحة للون الابيض عشان يديني شكل البطيخة. بعد كده بقى هجيب المقص بتاعي وابتدي ان انا اقص كده الشكل بدوران علشان تديني كده شكل شريحة البطيخ، واي زوايد كده بنشيلها بالمقص بالشكل ده. وبالقلم الفلوماستر الاسود رسمت نقط كده على الشكل، وده بقى شكلها. ودلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نثبت شكل البطيخة القمر ده على المروحة بتاعتنا. هجيب بقى كده شكل البطيخة كده واشوف شكلها اظبطها على المكان اللي انا حابة ان انا الزقه عليه. هبتدي بقى اجيب مسدس الشمع كده، وفي النص المروحة كده من عند بداية العصاية بتاعة المروحة، وهبتدي ان انا الزق البطيخة بالشكل ده. ترى وده الشكل النهائي للمروحة اللي على شكل بطيخة اللي احنا عملناها النهاردة بعد ما خلصناها. شكلها طلع تحفة قوي، هتكون مفيدة جدا في الصيف، تقدروا تعملوها بأي شكل تحبوه بأي لون، مش شرط شكل البطيخة زي ما قلت لكم. جربوها وقولوا لي عملتوها بألوان ايه، شايفين شكلها وهي بتتفتح وبتتقفل شكلها عامل ازاي، وكمان بتدي كده شكل شريحة البطيخ حلوة قوي، بتجيب هوا حلو جدا. يعني هتنفع معاكي في المصيف بجد، وفي الحر عموما لو انت قاعدة في البيت او في المصيف او في اي مكان. وكمان التوكة الاستيك دي كده ربطتها من تحت عشان تبقى ثابته معايا بالشكل ده. بجد شكلها كيوت جدا ومبهج وما خدتش مني اي وقت، سهله جدا لازم تجربوها. في الفيديو اللي قبل ده على طول عملت معاكم لعبه اكس او من صلصال الفوم على شكل وافل بالفراوله والكريمه. ما تنسوش تشوفوا الفيديو ده وتقولوا لي رايكم. طبعا هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت عشان لما تروحوا تشوفوه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبتكم بقى الفكره جربوها وشاركوني النتيجه في التعليقات، بكون مبسوطه جدا لما حد بيكتب لي انه نفذ فكره من افكاري. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد من افكار تانية جديده قريب ان شاء الله. بحبكم جدا، سلام.